السلام عليكم، مرحبا بكم معايا خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت نشارك معكم الرز بصلصة الدجاج والكريمة على الطريقة الهندية. انا راح نزيد فيها شوية تغييرات على طريقتي، وراح نشارك معكم الرز. راح نوريكم كيفاش يجيكم مزربع وكامل على حبة. راح نديرها معكم خطوة بخطوة، تبعوا فقط. هنا في مقلاة راح ندير قيس سمغة تاع زيت هكذا، نزيد لها مغرفة تاع مارغرين، نخليها تذوب شويه. من بعد راح نزيدو لها صدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته مربعات بهذا الشكل، ونخليوه يطيب شويه. ندخلو طياب، نحركو فيه ونخليوه يتقلب. راح ندير توابل الدجاج تاعي، نديرلو شويه تاع الملح، شويه تاع نقيس هكا غرفه صغيره تاع توابل الدجاج، نزيدلو كركم، نزيدلو شويه تاع بصل بودره. اذا كان عندك بصل ولا ثوم، نزيدو ثاني شويه توابل شاورما، زعترة، نحركهم كامل مع بعض ونخليوه يطيب. والدجاج البنات مره على مره قلبوه باش يطيب من الجهتين، حتى اللي تشوفوه كامل دخلوا الطياب باش نزيدوا له البصل مقطع. بعد ما دخلوا داك الدجاج تاعنا الطياب، نزيدوا له حبه تاع بصل مقطعه بهذا الشكل، خليها تتقلى معاه الدجاج. نزيدوا له ثاني صوصه تاع ثوم نسكفجوهم. كيما على بالنا الثوم يتمشى بزاف مع الدجاج. نزيدوا له شامبينيون مقطع. انا هنا راح نستعمل شامبينيون طبيعي، هذا شيء اضافي، اللي تحب تزيدو اللي ما تحبش تزيدو ما تزيدوش. انا نحب بزاف الشامبينيون مع الدجاج كي ندير له هذه الصلصه. حركوهم كامل كيف كيف. ما تقولوليش ماكش دينا المقادير اقتصاديه ولا، كل حاجه راهي متوفره الحمد لله. بلادنا غنيه بالخيرات، كلش راهو كاين. الواحد ما يديرهمش كل يوم، منين داك يحب يدير حاجه بنينه. نخليهم يتقلاو حتى اللي يطيب لي الشامبينيون تاعي ويطيب لي البصل، نغطيوهم ونخليهم يكملوا طيابهم. وهنا بعد ما داب لي هذاك الفطر وهذاك البصل اللي كنت درتو دبالو كامل وطابوا مع بعض، نزيد لهم غرفه معمره مليح تاع طماطم مصبره، ونحركو فيها. كي نديرو هذيك الطماطم المصبره نبقاو نحركو شوي شوي في ديك الصلصه، نقليو هذيك الطماطم معاهم. من بعد راكم تشوفوا نشفت لي كامل هذاك الدجاج والشامبينيون، نشفوا لي من الماء. واش راح ندير؟ راح نزيد لها قيس كاس تاع ماء باش نحافظ على هذيك الصلصه اللي نحوس عليها. راح ندير هنا هكا، هذاك الماء راح يحافظ لي كامل على ديك النكهه تاع الدجاج وتاع الشامبينيون اللي طلقوها. وثاني كي حتجيني نتحصل على صلصه، ما تجينيش الصلصه تاعي خاطره كي نزيد لها الكريم فريش، راح تبقى لي عندي الصلصه باش نصوصي بها الارز تاعي. من بعد نزيدو لها قيس كاس تاع كريمه طازجه ولا كريم فريش، نحركو فيها.
خليوها تغلي قيس 2 دقائق ونطفو عليها. شوفوا البنات الصلصه تاعي بدات تغلي. خلوا الصلصه تاعكم هكا خفيفه، ما تخلوش حتى تنشف لكم وتطفوا عليها، بس اذا خليتوها نشفت من بعد كي تجوا تصوصوا الروز تاعكم راح تلقاو الصلصه كامل نشفت ولات خاطره. خلوا شويه هكا الصوص تاعكم خفيفه. واللي يحب الصلصه تاعو حاره يقدر يزيد لها الفلفل الحار ولا الهريسه. كما معروف الاكل الهندي معروف بالتوابل تاعو، لكل واحد والذوق تاعو. انا هنا راح نطفي على الصلصه تاعي ونخليها. وهنا راح نوجد الروز تاعي اللي راح نرافقه مع الصلصه. انا راح ندير له هنايا مغرفه كبيره تاع السمن، ضروري ديروا سمن ولا زبده للارز، كل هذه راح تعطيلو كامل البنه اللي راح نحوسو عليها. نزيد له معاه 2 مغارف تاع الزيت باش ما ينحرقليش برك السمن تاعي ولا المارغرين. هذاك السمن وهذيك الزيت راح نزيد لهم. هنا راح نعطر الارز تاعي، راح ندير له وريقه تاع الرند، ندير له الهيل 3 حبات تاع قرنفل وقرفه، راح ندير غير هكا قرفه. هذا راح الارز تاعنا راح نعطروه بهذو التوابل. كما على بالنا الارز الهندي يجي معروف بالتوابل تاعو، ولا المطبخ الهندي عامه معروف بالتوابل تاعو. حنقليهم شويه في ذاك السمن. هنا عندي كيلة تاع الرز بسمتي، استعملت هذا النوعيه. غسلته 2 مرات مليح من هذيك النيشه تاعو، ومن بعد عاود فرغت عليه الماء السخون وخليته يتنفخ مده من نص ساعه حتى لساعه. من بعد عاودوا شلوه كامل من هذاك الماء ونديروه في هذيك السمن والتوابل اللي كنت درتهم من قبل. ونحركو. شوفوا لهنايا راح نديروا له الماء. الكيله اللي تكيلو بها الرز راح نديروا بها 2 كيلات تاع الماء. الكيله اللي نكيلو بها الارز تاعنا نديروا بها 2 كيلات تاع الماء. انا كيلت بهذه راح ندير بها نعمرها. نديروا الكيله الاولى ونزيدوا الكيله الثانيه. نحركوهم. ماناش راح نديرو الكركم هنايا ولا نديرو، ما راح نزيد لهم والو، راح نخلي الارز تاعي بيض. نقصلو للنار ونخليوه يطيب. قبل نخلوه حتى نشوفوه يغلي باش نقصلو النار البنات. ما تنساوش الملح تاعكم ديرولو ونخليوه يطيب. بالنسبه للارز راهو بدا يغلي، نقصلو النار نديرو على نار قليله بزاف وغطوه وخلوه يطيب على البخار. شوفوا البنات الارز تاعنا من بعد ما نشف كامل من هذاك الماء، شوفوا كيفاش يجي مزربع ويجي على حبه. وهذا الشكل النهائي لطبقنا تاعنا تاع اليوم اللي شاركته معاكم البنات، الرز بصلصه الدجاج والكريمه. يجي بزاف بنين هذا الطبق، صدقوني راح يعجب العائله، جربوه. واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يلحقكم ديما جديد، وتشاركوا الفيديو مع العائله ومع صحباتكم. سلام.